السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب النادي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ فيديو النهارده حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لأول مرة تنوريني. النهارده ان شاء الله هنعمل بسكوت العيد اللي هو البسكوت العادي، والبسكوت التاني بنسميه بسكوت بالمقادير. هتشوفوه معايا دلوقتي واكيد هتعرفوه، وهقول لكم ليه بنسمي ده بسكوت عادي وليه بنسمي التاني بسكوت بالمقادير. عايزه اقول لكم الغوا الاشتراك واشتركوا تاني من جديد في نفس اللحظه، واضغطوا على الجرس واختاروا الكل عشان تاكدوا ان يوصلكم كل اشعارات الفيديوهات بتاعتي، عشان في ناس كتير قوي بتشتكي ان اشعارات الفيديوهات مش بتوصل لهم وبيشوفوا الفيديو بالصدفه. حبيت بس اوريكم البسكوت قبل ما ابدا في المقادير بتاعته على طول. شايفين لونه حلو ازاي وناجح 100%؟ شايفين القرمشه بتاعته؟ يعني لولا بس الاصوات اللي كانت موجوده كنت سبت الفيديو بصوته ووريتكم قرمشه البسكوت. دلوقتي المقادير معانا هنا 12 بيضه. البيض ده بيض بلدي. البيض البلدي ما بيخليش فيه زفاره سواء في الكيكه سواء او في البسكوت زي كده. معانا هنا 2 كيلو ونص من السكر، قبلها بيوم حطيناهم في ميه يدوبك على قد السكر عشان السكر يبوش، عشان واحنا بنلفه في البيض يكون سهل معانا. لكن لو حطيناه حبيبات هيبقى بايخ قوي ومش هيلف معانا بسهوله، وهنحتاج بقى خلاط وكده. واحنا هنا بنعمله بطريقه امي وطريقه جدتي من غير خلاط ومن غير اي حاجه. والسكر ده سكر ناعم، مش اللي هو السكر اللي هو الحبيبات اللي هي الخشنه، ولا هو السكر البودر. انا اقصد اللي يكون الحبيبات بتاعته ناعمه. بليناها قبلها بيوم عشان تلف معانا بسهوله كده. ومعانا هنا تمن جوز الهند، بس جوز الهند دي كانت خشنه واحنا بنشتريها قالت لنا يعني مش موجوده الا دي دلوقتي، لان احنا اشتريناها يعني من محل جنبنا وكده، ما نزلناش المدينه نفسها. فقالت يعني ايه نضربه في الكبه عشان يبقى ناعم. فهنا ضربناه تاني في الكبه عشان يبقى ناعم. وعشان هنا بعد ما لفينا البيض، اللهم صل على النبي، مع السكر حطينا جوز الهند، لازم تكون ناعمه زي ما قلت لكم. وهنا بقى روايح البسكوت. لما تيجي تجيبي مقادير البسكوت بتقولوا له عايزه روايح البسكوت، هو بقى بيديك الروايح بتاعه البسكوت. ومعانا هنا كيس بودر هنحطه كامل، كيس بودر واحد. وطبعا هنتنينا بقى نلف في كل ده زي ما انتم شايفين كده. وحطينا هنا 3 اكياس فانيليا. لو البيض اللي معانا كان البيض اللي هو التاني اللي هو بتاع المحلات اللي هو الاحمر ده كنا هنحتاج فانيليا اكتر من كده، بس هو البيض ده بلدي. ما شاء الله البسكوت ما فيهوش اي زفاره خالص وحلو جدا. فاحتاجنا بس 3 اكياس من الفانيليا مع الروايح بتاع البسكوت، كل ده ما خلاش اي زفاره خالص. وحطينا هنا كمان اللهم صل على النبي نص ازازه زيت. يعني كيلو الزيت ما بيبقاش اللي هو بتاع الازازه، ما بيبقاش كيلو كامل، بيبقى ناقص زي 100 جرام. احنا حطينا نص الازازه دي. وبعدين هنا بقى اهوت بنحط الدقيق. احنا هنا بنعمل 6 كيلو دقيق على المقادير اللي انا بقولها لكم، يعني دول 6 كيلو بسكوت، مقادير 6 كيلو بسكوت. هنا بقى بنخله كده زي ما انتم شايفين. الدقيق ده دقيق غله. دقيق الغله بيبقى حلو قوي في الكحك وفي البسكوت، بيبقى احلى كمان من الدقيق الاسترالي اللي احنا بنشتريه من محلات وكده. ده بيكون احلى واحسن بكتير. يعني فيك برضو تعملي بالدقيق اللي هو بتاع الكحك والبسكوت اللي بيتباع في المحلات، ده حلو وده حلو. بس انا بقول لكم ان ده دقيق الغله اللي كنت غسلناها معاكم وطحناها وجهزناها. دي بقى عشان برضو منها نعمل البسكوت والكحك. بس بنخلي الدرجة الأولى بتاعة الدقيق لما بنيجي نطحنه، بنخلي الدرجة الأولى للرقاق وللقرص لكحك والبسكوت والحاجات اللي زي كده. أما الدرجات التانية بتاعة الدقيق بنخليها بقى إيه للخبيز اللي هو للعيش. أنواع العيش بقى إيه زي ما عملتها معاكم كتير قبل كده. وهنحتاج هنا بقى على 6 كيلو دقيق بعد ما نخلناهم اهوت هنحتاج 6 وقيات خميرة. يعني كل كيلو دقيق ليه وقية خميرة. اللي هيبقى مش عارف يعني ايه وقية خميرة بيسأل اللي بيجيب منه المقادير بتاعة البسكوت يقول عايز 6 وقيات خميرة. فبرضو بناخدهم برضو بناخدها في المنخل برضو كده، ونقوم نخلينها حاجة بسيطة عشان لو في اي حاجة خشنة ما تكلكعش معانا في العجينة ونشيلها، بس ما كانش فيها اي حاجة. ومعانا هنا ازازه بيبس اللي هي فانتا اللي هي بالبرتقال. لازم ده ضروري، ما ينفعش اللي هي السمره ولا ينفع اللي هي البيضه، لازم تكون بالبرتقال. دي ازازه رتلين اخدنا نصها، يعني اخدنا في العجنه دي رتل بيبسي فانتا. ضروري تكون فانتا بالبرتقال، وتكون الاصليه مش التقليد عشان بتفرق كتير. وفي ناس بيستخدموا الكريس اللي هو الفروتي اللي هو البرتقال، بس هي الفانتا بتكون احسن وافضل. في ناس بيعملوا ده وده وناس بيعملوا ده، بس ده افضل بكتير. لان يعني ست الله يرحمها وامي ربنا يبارك في عمرها اتعودنا ان هي بتعمله بالطريقه دي، فبنعمله بنفس الطريقه. وهنا بعد ما عجناه بالفانتا برتقال زي ما شفتوا معايا بتبقى عجينته بتلزق شويه، فجينا في الاخر
اخدت على ايديها بتاع سنة زيت صغيرة عشان تقدر ان هي تشيل العجينة بسهولة، بس هي بتبقى بالطراوة اللي انتوا شايفينها معايا دي. بعدين بقى نقلناه في طبق نضيف على جنب زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنغطيها بكيسة بيضة وهنسيبها ترتاح شوية، احنا ما بنسيبوش يخمر، هو بس هيرتاح شوية، مفيش خمر ولا في اي حاجة. هو الموضوع سهل وبسيط. انت بقى ممكن تقللي المقادير دي وتعملي مقادير كيلو واحد. ممكن غير كل ده تروحي للمحل بتاع الادوات، اللي زي ادوات الكحك والبسكوت والحاجات دي، وتقول انا عايزة مقادير كيلو بسكوت. هنا بقى بنحاول ان احنا نعمل المكنة بتاعة البسكوت. مش عايزة يتعمل معانا في البداية، دوختنا، بس في الاخر اتحلت وعدت على خير الحمد لله واتعدلت. فهي زي ما انتم شايفين معايا دي برضو المكنة بتاعة البسكوت دي. بنعمل فيها الطعمية، وممكن تفرموا فيها لحمة، وممكن تعملي فيها حاجات كتير. هي اي نعم بتاخد وقت، ولكن بتنجز الحاجات دي كلها. هنا بقى بيبقى في طبق فيه زيت بنحطه تحت المكنة بتاعة البسكوت. وطبعا اللي بياخد امي بتاخد كده من المكنة، يعني مرات اخويا بتلف المكنة في قلبها العجينة بتاعة البسكوت. وامي بتدهن ايديها من الزيت من الطبق اللي هو تحت الوش بتاع المكنة على طول، وتبدأ ان هي تسحب البسكوت اللي بيطلع من المكنة، عجينة البسكوت، وتحطها في الصاج. الصاج بيبقى ممسوح بمسحة زيت خفيفة. شايفين شكله تحفة. ما شاء الله كل حاجة كانت حلوة قوي. عايزه اقول لكم كمان ان اللي يجبرك ان انت تعملي في البيت ان كل حاجه بقت غاليه بره، غاليه قوي قوي. فانت لو عملت كيلو واحد مقادير كيلو واحد بس بسكوت هيرمي معاكي كتير. بعكس مثلا ممكن تقولي اوفر على نفسي واشتري، مش هيرمي معاكي كتير، هيبقى الكيلو غالي ومش هيرمي معاكي الكميه اللي بالك فيها. لكن احنا كده عملنا كلفناه وعملناه في البيت فهيرمي كتير بقى. يعني شايفين ما شاء الله حلو قوي وناشفة وجميلة، وسكرها مظبوط على فكرة، كل حاجة فيها ما كانش فيها اي غلطة. فطبعا ده بقى بعد العيد هيبقى معانا كمية كبيرة، كل ده هيتاكل يعني بعد العيد هتاكليه بقى مع كوباية شاي. هيبقى حلو قوي، هيبقى حلو قوي في الفطار مع كوباية شاي زي ما بقول لكم. فما شاء الله رمي كتير، واحنا بقى عيلة وكده، فألف هنا وشفا ليهم. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير، وعقبال يا رب كل سنة نعمل الحلو كله. شايفين زي ما بقول لكم كده اهيت بتبدا تسحب اهيت من المكنه. بس تخلي بالها ليه يعني اللي وقعت في الطبق ديت هنشيلها نحطها في المكنه وهنسحب تاني غيرها، لانها كده مش نافعه اهي زي ما انتوا شفتوا معايا. شايفين اهيت المكنه زي ما انتوا شايفين كده، تبدا انها تضغط وتلف بالمكنه وحد يسحب البسكوت يعني بكل سهوله خالص. يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحط لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه. لو انت اول مره تنوريني في القناه ما تبخليش عليا بالاشتراك. بحبكم في الله، استنوا ان شاء الله كل فيديوهات حلوه، كل فيديوهات جديده. ويلا سبتكم في رعايه الله وامنه، ومع السلامه.